إزاي أعرف لو ابني اللي لسه مولود لحد عنده 3 سنين ممكن يكون اتعرض لصدمة نفسية؟ إيه هي السلوكيات اللي ممكن تظهر على ابني الصغير وممكن أساعده إزاي؟ لو الطفل ده عمره أقل من سنة فده الوقت اللي هو بيتواصل فيه مع العالم باستخدام الحواس بتاعته، وكمان بيطور مهاراته الحسية، فبيعمل حركات مختلفة، بيرفص، بيمسك حاجات ويرميها بإيديه، بيبص على الوشوش اللي حواليه، بيعمل تواصل بصري وكده. الطفل ده لو اتعرض لصدمة في السن ده بنلاحظ عليه ضعف في تكامل الوظائف الحسية والوظائف الحركية، وتأخر في المهارات اللغوية والكلام طبعا. وهتلاقي الطفل ده بيعيط كتير ومقريف طول الوقت ومش بيهدى خالص، أو مش بيعيط خالص ومريح جدا زي ما بيقول. هيكون مش بيعرف يعمل تواصل بصري، مش بيلاغي، متأخر إنه يحبي أو يقعد أو يقف أو يمشي، مش بيخاف من الأغراب، مش راضي ياكل ووزنه مش بيزيد، مش عايز حد يشيله أو عايز يتشال طول الوقت. الأطفال اللي تعرضوا للإساءة وهم رضع ممكن يفضلوا يحطوا حاجات في بقهم لمدة طويلة، وممكن لما يتعرضوا لضغط أو قلق تلاقيهم مهيبرين ومتوترين وعدوانيين. ده لأنهم مش بيعرفوا يستخدموا الكلام عشان يعبروا عن نفسهم وعن مشاعرهم. وعلشان كده بمتابعتنا لتطور الطفل نقدر نعرف إذا كان مخه بينمو بشكل طبيعي ولا لأ، وبالتالي نعرف لو اتعرض لصدمات ولا لأ. الأطفال دول ممكن يساعدهم الألعاب والأنشطة التعبيرية اللي بتركز على استخدام الحواس، واللي مش بتطلب منهم كلام كتير، زي إنهم يعملوا حركات بسيطة مع الأغاني، إنهم يسمعوا موسيقى، والألعاب التقليدية كمان لأنها بتحفز خلايا المرايا العصبية اللي في المخ، زي مثلا تخبي وشك وتفاجئه. الحاجات دي مهم هنا إن مقدم الرعاية أو المعالج يتكلم مع الطفل ده كتير طول ما هم بيلعبوا علشان نساعده ينمي مهاراته اللغوية. ومهم كمان إنهم يشجعوه على التعبير عن نفسه وعن مشاعره وعن تسميتها. من سن سنة ل3 سنين الطفل الطبيعي هيكون بيستمتع بالأنشطة الحركية، زي إنه يتنطط، يرمي الكورة، وطبعا إن إحنا نزغزغه. هنلاقيهم بيحبوا الأغاني واللعب بالخرز والليجو، وده كله بيساعد في تطوير الدماغ وفي تنمية المهارات اللغوية عندهم. لو اتعرض الطفل في السن ده للصدمات هنلاحظ عليه إن مزاجه مش حلو، بيعض، بيضرب الأطفال التانيين، مهايبر على الآخر، عنيد جدا، مش بيتكلم، مش بيبص لحد لما يكلمه، مش بيعرف يلعب، عنده مشاكل في النوم وبيدخل في نوبات غضب كتير. ممكن يساعد الطفل ده إنه مقدم الرعاية يشركه في أنشطة مختلفة وجها لوجه من غير ما يضغط عليه إنه يتفاعل مع أطفال تانيين لحد ما يكون مستعد. بفكركم إن رغم إن كل السلوكيات دي ممكن تظهر نتيجة تعرض الطفل لصدمة، إلا إنها كمان ممكن تكون بسبب حاجات تانية كتير. علشان كده لو شفتوا السلوكيات دي ما تترددوش إنكم تلجأوا للمتخصصين، هم بقى يدلونا على التصرف السليم. خلينا فاكرين إن مساعدة الطفل إنه يتعافى من الصدمة بتحتاج إننا نسنده ونكون سابقينه بخطوة واحدة. خدوا بالكم من الكلمة دي، خطوة واحدة بس، مش 5 أو 6، لأن ده هيتسبب للطفل في ضغط وتوتر. ولا نكون متأخرين عنه خطوتين، لأن ده هيكون محبط بالنسبة له وفي إهمال كمان. باختصار كده، مقدم الرعاية سواء كان أب أو أم أو جد أو جدة أو مدرس ممكن يعمل فرق هايل في حياة الطفل اللي تعرض لأي صدمة.